إذن مشاهدينا الكرام، هنا في مدارس عثمان بن عفان الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم، يسرنا في هذا الحفل، في حفل تخريج طلاب المدرسة الحافظين لكتاب الله، يسرنا أن يكون معنا الشيخ صالح بن عبد الله العساف. إذن اليوم شيخ تحتفلون بتخريج طلاب وحفظة كتاب الله، انطباعكم وكلمتكم في هذه المناسبة؟ لا شك ولا الحمد لله أن إخراج جيل يحفظ كتاب الله وينشره بين المسلمين لهي فرصة عظيمة، ولما تتأتى هذه في مكة وفي العشر الأواخر من رمضان لهي مزية كبيرة لنفس الحافظ وللبلد وللأمة الإسلامية عموما. يعني هذا شيء يعتبر كبير ومثمر، ويقضي على الانحراف والسلوكيات الغير جيدة، أن يحفظ الإنسان القرآن يعني يتدبره ثم ينشره إلى الآخرين ويعلمه الأجيال المقبلة إن شاء الله. طيب، كلمة شيخ لأبنائكم اليوم حفظة كتاب الله الذين احتفلتم بهم اليوم وتم تخريجهم في هذه الأمسية. الذين تخرجوا لله الحمد من مدارس عثمان بن عفان لتحفيظ القرآن الكريم بمكة المكرمة تحت إشراف مؤسسة عناية بمكة المكرمة، له جيل فذ ولله الحمد، سجل بعضه في الجامعات سواء جامعة أم القرى أو الجامعات السودان لمواصلة دراسته، وهي بداية إلى عمل مؤصل مفيد إن شاء الله. الذي يبدأ بالقرآن الكريم تكون إن شاء الله، لا أقول النهاية، بداية خير واستمرار على خير ينفع الله به وينفع بها المسلمين عموما. طيب شيخ، كلمة أخيرة توجهها لمن ساهم في إقامة هذا العمل، لمن دعم في هذه إذن الجمعية وهذه المدرسة. الشكر لله سبحانه وتعالى، ثم لولاة الأمر هم الداعمين بالدرجة الأولى الذين يهيئون في بلادهم خدمة القرآن وأهله. وكما قال الأمير سلمان أمير منطقة الرياض حفظه الله: علمت أن للجاه زكاة كما أن للمال زكاة، وقال سمو الأمير أن زكاة جاهي لأهل القرآن. فدعم ولاة الأمر للقرآن وأهله الأكبر، ثم المحسنين الذين يبذلون من أموالهم، هذا بركة في المال ونماء وتوفيق إن الله سبحانه وتعالى يسخر أن يصرف ماله في أجل الأمور وأشرفها وهو القرآن الكريم. طيب يا شيخ، نشكركم على إتاحة الفرصة، والشبكة تتشرف بتواجدها وهي من مكة المكرمة اليوم في تغطية هذا المناسبة. أنا أشكر الشبكة وأشكركم كذلك على هذه الأعمال الجليلة التي تبدأ صغيرة وتنتهي بأمور كبيرة ولله الحمد ينفع الله بها، فالتوفيق إن شاء الله والمسير إلى أعلى. الله يجزاكم خير ويكتب لكم الأجر إن شاء الله. شكر الله لك يا خالد. الله